السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الفرح في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة، واللايك يا جماعة، اللايك عشان خاطر دعمونا يا جماعة. تمام، صلوا بينا على النبي يا جماعة. رؤية الفرح في المنام من الرؤى الغير مستحبة. ليه بقى يا جماعة؟ لان الفرح لو شفت في المنام ان انت معزومة في فرح، وشفت الفرح ده فيه طبل وزغاريت ورقص، او شفت حد بيرقص في البيت ده، يكون في حد تعبان او حد مريض، يعني لا قدر الله دليل على وفاة او دليل على مصيبة، حاجة وحشة لا قدر الله. تمام يا جماعة. طيب لو واحدة شافت بتقول ان انا يعني ان هي بتتزوج غير جوزها ولابسة فستان حلو، العريس قاعد جنبيها، ولو شافت نفسها قاعدة ولابسة الفستان وعريس جنبيها وهي عارفة العريس بس غير جوزها، ومفيش طبل ولا في رقص، بشرى ليك ان جوزك ربنا هيكرمه ويعلوه في مكانة جوزك، او رزق داخل عليكي، او منصب، او جوزك هيسافر. تمام. لو انت لابسه الفستان وبتتجوزي واحد تاني غير جوزك خالص ومفيش طبل ولا في حاجه، ده اعرفي ان ده علو في شأن جوزك، او رزق داخلك، او سفر. لو البدله بقى بتاعت العريس مظبوطه والعريس شكله جميل وانت فستانك مظبوط والدنيا متظبطه، ده يا سفر جوزك مستنيه، يا علو في وظيفه جوزك، في شأن جوزك. تمام يا جماعه. طيب لو شفتي ان انت يعني مثلا رايحه فرح وواقفه في البيت ده، وانت بترقصي مع واحده وعارفه في البيت ده لا قدر الله في حاجه تحصل لصاحبتك اللي انت بترقصي عندها دي، حاجه وحشه، يبقى تعمل ايه؟ تصحى من النوم تصلي ركعتين وتدعي ربنا يبعد عنهم الحاجه الوحشه دي. طب لو شفت ان انتوا فرح وفي الاكل اللي هو اللي في الطبيخ والرز وفاصوليا والحاجات دهيت ومحشي الحاجات دي، في دي برضو كارثة، دي بتبقى زعل، نكد، موت، مصيبة، والله اعلى واعلم. تمام. طيب لو شفت بقى في لحوم بس يعني طيور، اكل طيور، فراخ، بط، حاجات زي دي ممكن تكون في فرحة عندهم قربت من غير طبل برضك ولا رقص. ممكن يكون في فرحة، دي تكون فرحة عندهم وانت شايفة الاكل ده بيتقدم لك، اللي هو اللحوم اللي هي البط، فراخ، الحاجات دهيت، اعرف ان دي مناسبة طيبة هتروحيها. لان الرقص يا جماعة والزغاريت اللي بصوت عالي من اسوأ الرؤى، الرقص والزغاريت من اسوأ الرؤى. عزكم الله، وربنا يا رب يا رب يدخل عليكم الفرح والهنا والسعد، ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب، والله اعلى واعلم يا جماعة.